سنه في الجامعه او حتى اول ترم بتكون متلخبط، مش فاهم النظام الجديد، مش عارف تتاقلم، مش عارف ايه المهم وايه اللي مش مهم. انا دلوقتي هقول لك تعمل ايه واقول لك ايه المهم وايه اللي مش مهم. هحاول ابسط لك على قد ما اقدر. خلينا الاول نبدا بالتكاليف اللي بتطلب منك على مدار السنه. مثلا اتطلب منك اساينمنت تسلمه عليه 10 درجات، انت ساعتها ممكن تستقلهم وتقول يعني ايه 10 درجات وما تعملهوش، ودي اول غلطه هتضيعها، لان ببساطه انت ضيعت 10 درجات ضامنهم عشان 90 درجه مش ضامنهم. وقيس على كده بقى اي حاجه تتطلب منك. نيجي بقى لتاني حاجه، هل حضورك للمحاضرات مهم؟ بص، خلينا متفقين الاول ان حضورك عليه درجات، وزي ما قلت لك الدرجه المضمونه احسن. وخلي بالكم مهما كان عددكم كل دكتور بيكون حافظ وشوش الناس اللي بتحضر معاه، وهتعرف ده في الامتحان الشفوي وهو بيسالك. ثاني حاجه، لو انت في كليه عمليه يبقى لازم تحضر من غير تفكير، الا في حاله واحده بس، لو الدكتور يبقى باباك. طيب انا مش في كليه عمليه، في الحاله دي يبقى لازم تحضر برضه، لان لو فاكر الامتحان هيجي من الكتاب اللي في ايدك تبقى غلطان، الامتحان هيجي من المحاضره اللي انت ما حضرتهاش. واخيرا اول سنه دي مهمه، لان المواد بتكون سهله تقريبا لانك لسه في البدايه، فيبقى عندك فرصه كبيره قوي انك تعلي الGPA، فبلاش تضيعها. ولو عايزين تعرفوا اي حاجه بخصوص الكليه بخصوص الدراسه قولولي وهجاوب عليكم كلكم.